واش بصح الحمار مكلخ؟ وعلاش ملي كنبغيو نعايروا شي واحد كنقولوا هو الحمار، او ملي كنذكروا الحمار كنقولوا حاشاه؟ واش لهاد الدرجه الحمار معيوره؟ ايوا سيدي، بمناسبه اليوم العالمي للحمار اللي كيكون 8 ماي من كل سنه، غنعطيكم معلومات غتصدمكم في الذكاء ديال الحمار، وغنوريكم بان الحمار وراه صناعات اللي كتدخل الملايين ديال الدولارات. كيفاش؟ ايه الشريف. دابا الا سولنا اي واحد في العالم قلنا ليه شكون اخويا اللي ذكي، واش الحمار ولا العود، غيقول لك اخويا الحصان. باينه. او تعال نوريك التجربه اللي غتصدمك. التجربه دارتها سيدي في بريطانيا، دارتها باحثه سميتها فايت بوردن. شدتها سيدي حصان وبغل وحمار ودارتهم سيدي في واحد الحاجز، ووسط داك الحاجز داروا واحد الباب ما كيبانش. هما خصهم يكتشفوا الباب لان ورا الباب كاين الماكل. النتيجه شنو كانت؟ ان سيدي البغل هو الاول كيطير وكيلقى البوابه. فيما كيعاودوا التجربه البغل كيجي دائما هو الاول. شكون اللي كيجي دائما هو الثاني؟ هو الحمار. الحمار حتى هو كيلقى الباب دغيا وكيلقى الماكل. اما الحصان فراه ما كيلقاش الباب ولا كيتعطل. ها هو العود هو اللي قوي وسريع فيهم كاملين، ولكن ما كيلقاش البوابه. علاش؟ السر فين كاين؟ هو في علم السلوك الحيواني. الحصان ملي كيشوف شي حاجه خايبه ولا كيشوف الخطر اش كيدير؟ ما كيفكرش مره اخرى، كيهرب. الحصان انا هزيت عليه كيدك بحال هكا كيخوي بها، كيحاول يهرب. هو سبحان الله العظيم مخلوق بحال هكا. الحمار لا، ماشي بحال داكشي. الحمار سيدي كيفكر. اش كتقول؟ الحمار ملي كيشوف الخطر كيبقى يدرس سيدي الموقف. هو اللي عندنا حنا كنسميوه معكس. علاش؟ دابا الحمير دابا شاف شي واحد حمار ولا مربي الحمار عارفوا بانه كيكون معكس. علاش؟ لان الحمار ما كيرياجيش دغيا، ضروري خاصو يفكر عاد كيقرر. وهذا اللي سموه العلماء هو التقييم الذكي للمخاطر، اللي ما كاينش عند العود وكاين عند السيد المهان الحمار. واللي مربي الحمير غيفهم هذه القضيه هذه. الا الحمار مثلا وصل للواد وبغى يقطعو ما كيشدش وكيدخل في الماء ابدا، واخا تعيا ما تضرب فيه. الحمار ملي كيوصل عند الضايا ولا عند الواد كيحط رجلو هي الاولى. اشنو كيشوف؟ كيشوف العمق وكيشوف القوه ديال الجريان ديال داك الواد، واش كيجري بزاف رجع بحالاتو، واش بشويه، واش غيقدر يسلك من هذاك الواد ولا ما غيسلكش. الا ما كانش ما يسلكش ما غيدخلش لك، بقيتي انت وياه تضرب فيه وهو كيدور في راسو. وكيدير خطوه اخرى عاوتاني ملي كيدرس الحمار اش كيدير؟ كيقدر يبدل الطريق، كيختار الطريق اللي مسلكاه وكتكون امنه ليه. يعني ماشي البلاصه اللي دخلتي انت من الواد غادي يقطع منها. هذا هو التفكير الحمار. عراك لي الحصان اللي عنده العود وفايت داز بيه مثلا بشي واد، العود راه معروف ملي كيدخل الواد راه كيتلاح واحد التلاحيه خطيره جدا، ما كيفكر ما والو، كيشد وكيتلاح. وين نزيدك؟ الحمار كيعقل على انسان شافو 25 عام. هذه كيفاش؟ ايه الشريف. الحمار شحال كيعيش اصلا؟ الحمار راه كيعيش ما بين 30 حتى 50 سنه. حمار واحد اللي سميتو كنظن بابل هو اللي محطم الرقم القياسي كاكبر حمار موثق، عاش وقيله 64 عام. يعني الحمار يقدر يعقل على شي واحد اللي شافه هو باقي عنده 5 سنين تولي عنده 30 عام، ويعقل عليه واش دار معاه المزيان ولا ضرب. وشحال من واحد كيعضوا الحمار ديالو غير حيت شي نهار اذاه ولا شي نهار حك عليه. وهاد الناس اللي مربين الحمير راه غيعرفوا هاد القضيه. بطبيعه الحال دوينا على الحمار والذاكره ديالو، غندوي على الطريق. الحمار كيعرف الطريق ديالو بشكل لا يصدق. الحمار ديالك تجيبو للدار وتمشي بيه السوق مره واحده، يعني الدوار ما عمرو جا ليه، وديه للسوق غادي من السوق يرجع للدار بلا ما يتلف بوحدو. علاش؟ سبحان الله العظيم لان الدماغ ديالو كيحفظ الخرائط بسرعه. كيقولوا بعض الناس بان طرق شحال هادي ملي كانوا كيبغيو يبنيوهم وسط الجبال كانوا كيشوفوا البلايص ملي كيدوز الحمار، لان الحمار ما كيدوزش من شي بلاصه ما مدروساش، كيدوز من البلاصه الامنه واللي مسلكاه. داكشي علاش كانوا كيتبعوا نفس الطرق اللي كيدوز منها الحمار. الحمار ما كيهودش مع الجبل كما كتعرفوا بحالك. الحمار اللي بغى يهود مع الجبل ديما كيهرس. سيروا شوفوا الطرقان في الدوار اللي كيهود معهم الحمار ديما كيهود فيراجات، كيبقى يهرس الحمار وما كيهودش نيشان. هاد الحمار اللي باكي حنا على حنا راه غبي، اطلع دماغه معلم. والحاجه اللي ما عارفينش بزاف الناس هو ان الحمار بسبب هذيك التقوريه ديالو الهدوء ديالو وما مسوقش كيعاونك باش يحيد منك ستريس. اش كتقول؟ كيف ما كتسمع هذاك الريتم باش كيتحرك الحمار وباش كيتفاعل كيخليك تكالم انت وياه، حيت الحمار الا بقيتي كتعنزز انت وياه ما غيتسوقش لك. هو ديما معك، ديما كيبغي يدير داكشي اللي قال ليه راسو. داكشي علاش بريطانيا كيستعملوه مع دوك الاطفال اللي عندهم مشكل ديال التوحد، كيدخلوا لهم الحمار مع حيوان عاطفي وهادئ ومكالمي، فراه كيتفاعل مع داك الوليد مسكين اللي كيكون عنده التوحد. الوليد اللي عنده التوحد ما كيتكلم مع حتى شي واحد، ما كيهضر مع حتى شي واحد، ولكن كيلقاو بانه كيتفاعل مع الحمار. هو اللي كيسحب بان الحمار ماشي عاطفي، فراه غلط. الحمار حيوان عاطفي بزاف، ولا فقد شي واحد مولاه مثلا ولا شي صديق ديالو شنو راه كيحزن عليه وكيولف الانسان. الا ولف شي واحد الفراق ديالو كيأثر عليه. غادي نرجعوا عاوتاني للعود والحمار. العود معروف لانه كيهز بزاف، يهز ثقل اكثر من الحمار وقوي عليه، ولكن الفرق كبير فين كاين؟ وهو في العرق. كيفاش؟ العود ملي كيتحرك بزاف كيعرق بزاف وبالتالي كيخسر الماء، كيخرج منه كميه ديال السوائل كبيره. اذا الا بقى في الصحراء نهار ولا يومين غادي يتصابوا الجفاف وغادي يموت. في حين الحمار لا. اش كتقول؟ الحمار ما كيعرقش بحال العود. الحمار عنده نظام ديال التبريد مختلف تماما اللي هو الودنين ديالو،
كيفاش الشريف ايوا سيدي الودنين ديالو حتى كيسحب هذوك كبارين هكاك باش يسمع بهم، لا الكليماتيزور الطبيعي عنده تما، عنده سيدي واحد العروق كبار كاينين في الودنين ديالو، لا تكون شفتيهم شي مره، هذوك العروق كبار كيطلع لهم الدم اللي كيكون سخون، واش كيوقع ليه كيبرد ملي كيضرب فيه هذاك الريح اللي كيكون كيدوز تما في المنطقه اللي هو فيها، كيضرب فيهم البرد كيبردوا هذاك الدم كيهود لتحت كيطلع عاوتاني الدم سخون، وهذاك الدم كيدور كيبرد وبالتالي كيبقى دائما بارد واخا يكون في الصحراء، وكيقدر نعم سيدي يصبر الطريق طويله واخا وسط الصحراء. هذا الحمار اللي كنحقروه حنا ايوا قول سبحان الله العظيم. ما قدكش العرق غنزيدكم حاجه اخرى اللي هي المناعه. العود الناس اللي كيكسبوا الخيل عارفين هو انه حساس بزاف، الخيل دغيا كتقدر تمرض، واشهر مرض واللي كيقتل بزاف ديال الخيل في العالم كامل اللي هو المغص. ايوا سيدي هذا المغص اللي كيجي الاحصنه ما كيجيش الحمار بتاتا. اش كتقول؟ جميع الامراض تقريبا اللي كتجي الجهاز الهضمي ولا التنفسي اللي عند العودان اللي عند الخيل كيقدر الحمار سبحان الله العظيم يقاومها بالمناعه ديالو، ما كتاذيه. داكشي علاش البياطيره كيقول لك بان الجسد البشري كون كانت فيه غير النص ديال المناعه ديال الحمار الصيدليات باباها كامله غتسد. سبحان الله العظيم. اليوم غنعطيكم معلومات بزاف راسكم غيتنفخ عليكم. الحاجه اللي ما عارفينهاش بزاف ديال الناس، الحمار كيتستعمل الحراسه. كيفاش؟ الشريف كتصحابها كلب ديال الحراسه، الا ما كانش عندك كلب ديال الحراسه فالحمار كيقدر يحظي الغنم. وشحال من حاله مؤكده وموثقه، وبالخصوص الانثى ديال الحمار ملي كتشوف الديب كيقرب له شنو كتهاجمه، وعندها القوه ديال الرفس قويه بزاف، يعني تقدر تشدو تضربو تصفيها ليه. الا كان كيسحب لك غدوه على الذكاء راه يدوزو دابا الحليب الحماره. كتعرفوا كليوباترا اخر ملكات مصر كانت سيدي كدوش يوميا بالحليب ديال الحماره. معروف الروايه انها كان عندها واحد القطيع ديال 700 حماره مخصصاهم غير الجمع ديال الحليب. علاش؟ لان قالت لك الحليب كيحافظ على البشره ديالها وكيعطيها واحد اللمعان وواحد الجمال. في اليونان ايضا كانوا كيعتبروا ان الحليب ديال الحماره مزيان الناس اللي عندهم مساكن الكبده واللي عندهم امراض ديال الجهاز التنفسي، وحتى الناس اللي عندهم الحمى يعطيهم الحليب ديال الحماره غادي ينوضوا صحه سلام. ايوا واليوم عاوتاني العلم الحديث كيقول لك بان الحليب ديال الحماره راه فيه بزاف ديال الفيتامينات والدهون الاساسيه، واللي غنصدمك بها هو ان الحليب ديال الحماره لقاو بانه قريب بزاف من الحليب ديال الام. كيفاش؟ الشريف من بين جميع انواع الحليب، لا ديال البقر لا ديال الابل لا ديال الخيل لا ديال الماعز، الحليب ديال الحماره هو اكثر حليب قريب من الحليب ديال الام. ايوا سبحان الله العظيم. داكشي علاش بعض الاطباء كيستعملوه اليوم بالنسبه للوليدات الصغار اللي عندهم حساسيه ديال الحليب ديال البقر. ولكن عندنا مشكله، هو ان الحماره ما كتنتجش لنا للاسف الكميه ديال الحليب اللي كتنتجها لنا البقره اللي معروفه كطيب الحليب تقدر تعطيك ما بين 30 حتى 60 لتر، في حين الحماره مسكينه تعطيك لتر حتى لتر ونص حتى لجوج لتر كاع الماكسيموم. والحليب ديالو كما كنا دوينا عليه في فيديو اخر كيصوبوا منه اغلى فرماج في العالم. كيفاش؟ الشريف جبنه بول اللي كتصوب خصيصا في صربيا. كاين سيدي في صربيا واحد النوع ديال الحمير اللي كتسمى سلاله البلقان. الحليب ديال هاد الحمارات كيصوبوا منه واحد الفرماج، هذا الفرماج داير تقريبا مليون الكيلو، كيف ما كتسمع مليون الكيلوغرام، 10000 درهم للكيلوغرام. ومن اشهر الزبناء ديالهم اللي كيشري هذا الفرماج ديال الحماره هو لاعب التنس الصربي المشهور نوفاك جوكوفيتش. كاين كاسيدي كيشري من عندهم هذا النوع ديال الفرماج بزاف. علاش هذا الفرماج غالي؟ لانك باش تصوب كيلو واحد ديال هذا الفرماج خاصك 25 لتر ديال حليب الحمار. الحماره كيف ما قلنا كتحلب باليد ضروري، خاصك يطرو واحد 3 سوايع انت كتحلب فيها وما كتخرجش فيه بزاف ديال الحليب. داكشي كيبغي وقت بزاف والخدمه بزاف وبزاف ديال الحماره باش تصوب كيلو واحد. ونزيدك هذا الفرماج راه ما كيكونش كامل الحليب ديال الحماره، باش يخرج فيه هذيك البنه وهذيك المذاق 60% كيديروه ديال حليب الحماره و40% ديال الحليب اللي في الفرماج ديال الماعز باش كيعطيك جبن بول على معتبر. انا ما عمري ضغطوا على الناس اللي كيقول والحليب الحماره ماشي غير يصوبوا به الفرماج ولا يشربوه، كيصوبوا منه منتجات ديال التجميل اللي غاليه. كاين مزارع في ايطاليا، مزارع في فرنسا اللي من اكبر المزارع ديال الحمير في اوروبا كيعتمدوا على الحليب ديال هذا الحمير باش يصوبوا منتجات ديال التجميل، صابون ولا شامبوان ولا كريمات من انتاج الحماره. وهذا الشيء اللي كيدخل لهم الملايين ديال اليورو سنويا معلم. وسالينا دابا من الحليب راه باقي علينا الجلد ديالو. انت اش كتقول؟ الجلد ديال الحمار تسحبو ساهل؟ ايوا سير سيدي ثور في الصين وقول لهم الجلد ديال الحمار اش كديروا به. كيصاوبوا منه سيدي واحد الدواء اللي معروف اللي كيتسمى الايجياو، بطبيعه الحال معروف في الصين ماشي عندنا هنا. الطريقه ولا الوصفه باش كيستعملوا الجلد ديالو، كياخذوا من الجلد ديال الحمير وكيطيبوها مزيان حتى كتولي عباره على ماده جيلاتينيه. ايوا هذيك الماده الجيلاتينيه هي الايجياو، واللي كانوا كيعتمدوا عليه القدماء ديال الصينيين كدواء تقليدي. علاش؟ مقوي الدم، كيزيد الدم، يعني الناس اللي عندهم فقر الدم كيعطيوهم هذا الايجياو. مزيان الارق الناس اللي عندهم الدوخه، وكيقوي المناعه ومزيان القوه الجنسيه. وهذا الشيء ماشي غير الطب التقليدي، راه مختبرات ديال شانغهاي وبكين كيقولوا بان هذا الدواء اللي مخرجينه من الجلد ديال الحمير فعلا كيحفز الانتاج ديال الخلايا ديال الدم الحمراء.
ايوا سيدي مع الفوائد اللي كاينين في هذا الدواء هذا الطلب انفجر معلم، ولاو خاصهم بزاف ديال الحمير لدرجه ان هذه الصناعه كتطلب تقريبا 6 مليون حمار كل سنه من اجل انتاج هذا الدواء بكثره. الصين براسها اللي كانت فيها تقريبا 11 مليون حمار انهارت معلم القطعان ديالها، هبطوا بشكل خيالي. علاش؟ بسبب هذه الصناعه. اشنو داروا الصينيين؟ ولاو كيمشيو لافريقيا، كيمشيو عند الافارقه كيشريو من عندهم الحميره، عا كيدوروا في الخلا راه صيفطوا لنا الحمير. ومن دارت الهضره بطبيعه الحال بعض الدول الافريقيه شعلت عندهم البوله الحمراء وبداو كيمنعوا البيع ديال الحمير، وداروا قوانين ديال ممنوع تصدير الحمير ولا جلود الحمير للصين. صافي سالينا. وإلا كيسحب لك الثمن ديال الحمير راه رخيص في العالم كامل بحال هنا عندنا في المغرب مثلا ولا في افريقيا، فاجي نوريكم السلالات الغاليين. الا مشيت لفرنسا غتلقى واحد السلاله ديال الحمير اللي سميتها حمير بواتو. هذا الحمار غيبان لك الشعر ديالو طويل وهو اصلا الجسم ديالو ضخم. هذا النوع ديال الحمار كيقول لك بانه من اقدم السلالات ديال الحمير ومن اندر السلالات ديال الحمير، وبقاو منه سيدي على 3000 بياسه. داكشي علاش حمار واحد من هذا النوع الفرنسي الا بغيتي تشري خاصك تقريبا 50 مليون مغربيه كيف ما كتسمع. كاين الحمار ديال البرقان الصربي حتى هو سلاله نادره ما كيقدر يوصل حتى 12 مليون، وزيد عليه بزاف ديال السلالات اللي كتكون نادره. في الحمير راه كتكون الاثمنه ديالها غاليه بزاف. ايوا هذا الحمار اللي اليوم حنا كنحقروه راه في ميريكان اكبر حزب اللي هو الحزب الديمقراطي. الشعار ديالهم سيدي هو الحمار. كيفاش تداروه النهار الاول؟ واحد المرشح سميتو اندرو جاكسون بغاو يعايروه سموه الحمار ولا جاك اس، اي الاحمق ولا الحمار. ناض هو دار الشعار ديالو هو الحمار ضد فيهم. ايوا اليوم سيدي كل امريكي ديمقراطي ملي كيبغي يمشي يصوت كيصوت على الشعار ديال الحمار. يقول شي واحد هنا في الانتخابات عندنا يدير الحمار يسولوك على من صوت يقول ما صوت على الحمار. غريب. ايوا سبب سيدي هذه الحقره اللي كنحقروا حنا الحمار، جا واحد السيد وقال لنا اللي غندير اليوم العالمي ديال الحمار اللي هو دكتور باكستاني عبد الرزاق كاكار. كان كيدير الدكتوراه ديالو في الجمال، كيدرس الجمال التصرفات ديالهم السلوك ديالهم، وهو كيوجد هذه الاطروحه ديالو على الجمل. اكتشف بان الحمار دائما كان كيكون موجود وكان قدم من الجمل وكيكون في جميع المواقف. فيما كان شي دور ديال الانسان كتلقى الحمار موجود، ويقولوا كيفاش حنا ما منتبهينش هذا الحمار وهو اللي كان كيأدي هذه الادوار المهمه في حياه الانسان. ايوا سيدي من سال الدكتوراه ديالو هز حوايجو وغنبدا رحله العشق ديال الحمار. ومن 2010 هو كيتقاتل حتى ل 2018 حتى غادي يولي 8 ماي من كل عام هو اليوم العالمي للحمار، او كما كنسميوه السيد المهان. ايوا سيدي من عرفت هاد المعلومات كاملين قول لي واش باقي كتعتبر الحمار اهانه ولا العكس؟ داكشي علاش كتبوا لي في الكومونتير بعض الامور اللي طرات لكم مع الحمير، الناس اللي مربين الحمير، ولا شي معلومات نسيناهم مثلا عن الحمير. كتبوا لي في الكومونتير وزيدك هذه.